السلام عليكم ورحمة الله. دي عربية رينو كيلو 1200. دي كانت عطلانة قبل كده يا جماعة بحساس كرنك واحنا عالجناها. تمام. صاحبتها بتشكي ان العربية ما بتدورش، هي دكتورة فهي مش فاهمة هي ايه المشكلة. تمام. فطبعا راحت لميكانيكي وكهربائي وكذا حد قال لها ان هي فيها مشكلة في ترمبة البنزين وقافلة في الضفيرة، فيلم كده. فهي كانت ماشية على طول بالمفتاح ده. تمام. المفتاح ده فيه مشكلة اصلا. طبعا في المفتاح دوت جواه فحماه احنا عارفين، ودي لمبة الموتولايزر. انا طبيعي بفتح كونتاك اهو. تمام. اللمبه دي بتعمل ايه؟ بتعرف معانا. يعني بصوا كده معانا كده اللمبه ايه، يعني بصوا بتعمل نفس الحركه دي بالظبط، على طول تقعد تبربش كده. طبعا تيجي تدور. تمام. هنقفل ونفتح تاني. ماشي كده كده هي قرت معانا اهي. كده انا مجرد ما ادور ايه اللي هيحصل؟ هتدور معانا. طبعا هي راحت لميكانيكي وكهربائي واللي لها ترمبة بنزين، اللي لها كنترول، اللي لها ضفيره. فالعربيه يعني حفل تجارب. فهي الصبح جايباها عطلانه العربيه. ده المفتاح الاصلي بتاعها. تمام. هي طبعا مجرد ما نحط المفتاح اهو بتاعنا احنا الاصلي، طبعا بيشتغل على طول لمبه الموتولايزر. بصوا هدور على طول اهو. يعني هي اتفاجئت ان المشكله ديت محدش كان عارفها. فالعيب ده يا جماعه محدش يتغش فيه. اللمبه دي مجرد ما تطفي معاك يبقى العربيه كده قرت المفتاح. لو اللمبه دي ما طفتش معاك، لو لمبه الموتولايزر دي ما طفتش معاك وبتعمل فلاش على طول، تعرف ان المفتاح بتاعك مش بتاعها. تمام. والعربيه مش هتدور عليه. شكرا. سلام عليكم.